البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. انا فرحانه اليوم بزاف حيت ما تعطلتش عليكم، حيت كندير لكم هذا الفيديو هذا اللي زوين بزاف. وحاجه واحده اخرى فرحانه بها، حيت انا فيما كنكون فرحانه ولا عندي شي حاجه زوينه في حياتي غنبارطاجيها معكم، كنكون عارفه بانكم غتفرحوا اكثر مني. اقسم بالله البنات الا انا فرحانه بزاف حيت عندي متتبعين زوينين بحالكم، متتبعين اللي كيبغيو الخير لغيرهم، اللي كيفرحوا بزاف. شكرا لكم بزاف، والله يعطيكم حتى نتوما كل ما كتمناو في خاطركم. قولوا امين يا ربي يحقق لكم اي حاجه بغيتوها في حياتكم، يحققها لكم الله. فاليوم كما شفتوا من العنوان ديال الفيديو غنبارطاجي معكم شي حاجه اللي زوينه بزاف، وغندير معكم حتى جوله في الدار بالنسبه للناس اللي طلبوني على جوله وكل شيء، زائد الحاجه الكبيره اللي غادي نوريكم. وغادي نوضح لكم بزاف ديال الحوايج في هذا الفيديو هذا، خاصني ضروري نوضحهم وغنقولهم لكم في هذا الفيديو. المهم هذا الفيديو غنبدا معكم من الاول، من جبنا الخشب والبونج وكل شيء. هنا كانوا جابوا لنا الخشب وخدينا العبار بالديتاي بكل شيء، ولكن ما جاناش واحد الستاري، ما جاناش هو هذاك، فتضطروا يرجعوا باش يقادوا كل شيء باش يجي داكشي زوين هو هذاك. وداكشي اللي كان هانتوما شوفوا التفريشه، مازال تشوفوها بداكشي التفريشه زعما كامله مكموله، غتعجبكم بزاف ان شاء الله. كيف ما عجبتنا حنا غتعجبكم وغتفرحوا معايا. المهم البنات، حاجه بغيت نقولها لكم دابا نيت قبل ما ننسى. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على زواجي، ولا ما كنبغيش صراحه نهضر في هذا الموضوع ديال زواجي وداك الشيء، ولكن نظرا للفيديوهات و بعض العناوين ولا هذا كتفهموا شي حوايج غلط، فغادي نشرح لكم في الاخر ديال الفيديو. زائد اختي غنوريكم الدهاز ديالي. المهم غنوريكم بزاف ديال الحوايج في هذا الفيديو هذا، زعما هذا الفيديو هذا ان شاء الله توا يكون عامر بحال الفيديو اللي قبل. المهم البنات، هنايا كيف ما شفتوا الستاد رجاونا هما هادوك. الصراحه جاتنا تفريشه زوينه. بالنسبه للبونج ما خديناش وقيلا ريشبوند، خدينا صاليدور. المهم خدينا واحد في هادو، ما عرفتش واش خدينا صاليدور ولا ريشبوند، المهم واحد من هادو. هنا كنوريكم الخشب وداك الشيء، خدينا خشب سامبل وجا صراحه زوين في التفريشه. ما ملي غتحط زربيه وغادي يتلمطوا ستادر وداك الشيء، غيجي داك الشيء واعر الصراحه. هانتوما كنوريكم بلي ديطاي. هنا كنت باقا ما حيدنا ليهم لا ميكا لا حتى شي حاجه، وكنوريكم زعما كنحضركم معايا كلشي التفاصيل. المهم البنات، هنايا هاد الصالون هذا اللي قلت لكم فوقاش تفرش، وكل مره كنقول غادي نصوروا البنات، غادي نصوروا البنات، وغادي نصوروا البنات، والو اختي ما كيبغيش يكتب. عرفتي تفرش في رمضان اللي فات، ودابا رمضان ما شاء الله راه قرب يوصل، وعاد كتب باش نحط لكم هذا الفيديو هذا. المهم البنات، هذه الزربيه اللي خدينا، ها انتم صراحه زوينه، وهادو هما الزربيات تقريبا اللي كيفرشوا بهم كاع الناس. زوينه، جات مع الصالون واعره. وهنا كنوريكم الديتاي، وريتكم التريه راه هي دابا شفتوها. صافي وريتكم هنا كنا بدينا كنفرشوا الفرماجات، كانوا مشاو باش يتقادوا. صافي وهنايا مع المفاجاه الكبرى. هنا باقي ما ركبناش الريدوات. انا غنوريكم فاش نركبوا الريدوات. هنا كتشوفوهم بلا ريدوات بلا حتى شي حاجه، نوريكم وغنولي نوريكم كيفاش جا الصالون بالريدويات. هانتوما قولوا لي الراي ديالكم. كاينين بعض اللي ديفو هنايا بساطين غادي تقدروا تلاحظوهم، الخدادي وبزاف ديال الحوايج. ماشي ديفو في الخدادي، لا زعما الخدادي كيف ما بغيتهم، ما دارشهم ليا كيف ما بغيتهم، ما دارش ليا بزاف الحوايج كيف ما بغيت، ولكن كومين بعد التفريشه جات زوينه وعجباتنا. وهنايا البنات كيف ما شفتوا، هنا كنا درنا الريدوات، والصراحه هذه التفريشه كامله مكموله، زائد ديك المرايه اللي درنا اون فاس مع تقولوا لي واش زوينه ولا نحيدوها ونديروا شي طابلو. المهم انا كنتسنى الاراء ديالكم، تقولوا لي كيفاش جا، وتقولوا لي شنو خاص. الطبله ما تديوش عليها لحقاش الطبله غادي تحيد وغدير وحده في بلاصتها. هذه راه غير مؤقتا وصافي، لحقاش غادي تجي الطبله، والطبله زعما اللي غادي تمشي مع هاد الستادر هادو مع الخشب زعما. المهم تقولوا لي الراي ديالكم ضروري البنات، قولوا لي الراي ديالكم بحيث محتاجه ضروري. صافي. المهم بالنسبه للبنات اللي طلبوني على جوله في الدار، واخا انا ديجا درتها لكم في رمضان اللي قبل، درت لكم جوله في الدار وريتكم كل شيء، ولكن بعض البنات كيقولوا لي عافاك ديري لنا جوله في الدار، راه ما شفناش الجوله. واخا ديما تنقول لكم راه ديجا درت لكم جوله، ولكن تحت الطلب ديالكم غنعاود نحط لكم هذه الجوله اللي كنت درت لكم، اللي كنت حطيت لكم شحال هذه. وغنوضح واحد الحاجه لبعض البنات اللي كيقول لك لا هذه راه الدار اللي ساكنه فيها انت وراجلك، وكتولي تصوريها على اساس هي ديال والديك. واش عندكم شي عقل ولا ما تكسبوش؟ وهاد البنات عارفين بانها ماشي نفس الدار، وعارفين كل شيء هكاك، وكيبقاو يقولوا هاد الهضره هذه. ما عرفتش علاش كيبقاو يقولوا والله ما عرفت. واش انا حمقى نبقى نصور الدار على جوج مرات؟ واش انا هبيله؟ علاش غنديرها مثلا؟ ما فهمتش والله ما فهمت. ف البنات بحال دابا شفتوا شي كومونتير بحال هكا ولا هذا، والله العظيم انا ما كنستوعبش هاد الناس، ما تدخلوش ليا العقلي. كيفاش زعما غنشد الدار ونصورها على جوج نقول لكم هادي راه دار عايشين فيها والديا، وهي
انا دوختوني وحق الله. كاين تشابه في الكوزينات، كاين تشابه، ولكن الدار لا بالنسبه للفصاله ولا بالنسبه لاي حاجه لا علاقه، زعما لا علاقه لا علاقه لا علاقه، بلا ما نحتاج نهضر، لا علاقه بيناتهم بجوج. فهذه فصلتها في شكل، الاخرى فصلتها في شكل، الاخرى اللي عايشه فيها انا وراجلي ما فيهاش سيجور، فيها غير الصالون، يعني ما فيهاش فيها غير صالون كبير وما فيهاش سيجور، فيها سيجور صغيور ماشي بحال هذه فيها سيجور كبير. ها انتم كيف ما كتشوفوا فصلتها هكا مفتوحه، الاخرى فصلتها ماشي مفتوحه، والاخرى وهذه فصلتها كولوار جايين فيه البيوت وكل شيء. الاخرى لا، يعني معك كدوري معك كتمشي في الكولوار وكدوري عاد كتلقاي البيوت. ماشي بحال نهائيا. والبنات القدام راه عارفين اللي متبعيني مش حال هذه، وراه عارفين ماشيين في الدار. وتقدروا البنات ترجعوا للفيديوهات اللي قبل، بحيث ما كنبغيش نعاود الفيديوهات بزاف ونبقى نحط في الفيديوهات المعاودين. حيت دابا هذه وحطيتها هاد الجوله هذه وحطيتها تحت الطلب البنات، اما ما نحطاش لحقاش ديجا حطيتها، ولكن تحت الطلب ديالكم حطيتها. اما باش نصور عاوتاني جوله في داري وهذا ويا صافي قدامت وشحال هذه، فما كاين لاش. تقدروا ترجعوا للفيديوهات اللي قبل وتشوفوها باش زعما تشوفوا حتى الدار ديالي وتشوفوا هذا الشيء اللي كيقول لك راه نفس الدار، وهذا باش نتوما تاكدوا. واخا والله ما تندي لهاد البنات، ولكن هاد الشيء هذا رونوني في عقلي والله. تيقولوا شي هضره ما كايناش. فالمهم البنات، بالنسبه لهاد الكوزينه هذه راه يكون فيها بعض الاصلاحات، واللي داروا هاد الاصلاحات هادو ان شاء الله دابا نبارطاجيهم معكم من بعد، حتى تشوفوا داك البلاكار طايح اللي لتحت، وغتشوفوا بزاف ديال الحوايج خاصهم اصلاح، فهداك الشيء كامل تصلح. وبالنسبه لعاوتاني لواحد الحاجه واحده اخرى، انا الدار اللي انا عايشه فيها انا وراجلي ما فيهاش لاكور كبير بحال هذا، فيها واحد لاكور في الكوزينه النيت، ولكن ماشي بحال هذا، راه سطح كبير يعني كبير. انا اللاكور اللي عندي صغيور، وعندي جوج ديال لاكور، عندي لاكور في بيت الكلاس، وعندي لاكور في بيت في هذا في الكوزينه. هذه فيها غير لاكور واحد كبير، ما فيهاش لاكور واحد اخر. انا عندي جوج، هذه فيها غير واحد. ما كاينش تشابه البنات نهائيا، كاين تشابه في الكوزينه وصافي. وهذا الشيء اللي كاين البنات. المهم هذه هي الدار، وقولوا لي الراي ديالكم عافاكم في الصالون. انا بغيت الراي ديالكم الصراحه، والله كيعجبني ناخذ بالراي ديالكم، وبعض المرات كتعاونوني بزاف في الافكار. فقولوا لي الراي ديالكم ضروري في الصالون. وهنا البنات غنوريكم بالنسبه للبنات اللي قالوا لي شاركي معنا ديك الجلابه اللي درتي معايا بها داك الفيديو، وريها لنا كي دايره. ها هي، هذا هو الشكل ديالها. انا وريتها لكم، وغنوريكم كاع داك الشيء اللي سولتوني عليه بالنسبه لهاد الجلابه. انا وريتها لكم. القفطان حتى هو هذا، راه غير ديال الجوهره عادي جدا. وهذا المخوار البنات كنشوفوه عندي بنات في انستغرام وكانوا كيسولوني عليه. المهم هو هذا صراحه كيجي توفن في اللبسه، كيجي واعر. وهذا المخوار هذا الثاني، هذا باقي ما خيطتوش البنات، هذا راه غير الثوب. حتى الاخر اللي قبل من اللي عرض وريتكم دابا في الخضر، حتى هذاك راه بالشال ديالو، غير ما وريتكم الشال وصافي. وهذا حتى هو بالشال ديالو، شوفوا كيفاش داير. هذا حمقني، هذا عجبني بزاف على الخضر، زوين بزاف وفي زوين يعني. حتى غيتخيط وغتشوفوه واعر الصراحه بزاف. كنت غنوريكم حتى البيجامات اللي خديت وداك الشيء، حيت كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل. ولكن الصراحه ما عرفتش، وليت تراجعت، قلت بلاش هاد البيجامات بلا ما نوريهم ليهم. قلت نوريكم بعدا شي حاجه اللي هكا زوينه. شو اللي شافني على هاد الثوب هادو يقول هادي راه تدهز، غادي تجوج غدا. والله العظيم البنات اللي قلت لكم دازي راه بحال داز. الرام ديال الثواب. وهذا الثوب الثالث البنات ديال سميتو ديال مخوار، حتى هو ماشي بالشال، بحال هذا اللي شفتوني لابسه في الزرق، بحال هذا نيت، غير هذاك في شكل وهذا في شكل واحد اخر وصافي. وانا كيعجبوني بزاف هاد المخاوير والقفاطن. عندي قفطان واحد اخر حتى هو خيطته مع داك القفطان ديال الجوهره اللي عاد شفتو دابا، حتى هو خيطته معاه. ولكن ما وريتوش لكم دابا لحقاش كان عند اختي وباقي عندها وما جبتوش من عندها عليها باش ما وريتوش لكم البنات، حيت كنت خيطت جوج، واحد ديال الجوهره والاخر ما عرفتش داك الثوب، والله ما بقيت عاقل على داك الثوب. وانا كيعجبوني بزاف كما قلت لكم القفاطنات، كيعجبني بزاف هادشي البلدي. وحتى بالنسبه لديك الجلابه الحمراء اللي كنتو سولتوني عليها، حتى هي راه درتها لكم في هذا الفيديو، حتى هي غادي تشوفوها وصافي. قولوا لي عافاكم الراي ديالكم في الصالون، وقولوا لي كيفاش جاكم. الا كانوا لك شي اضافات خصني نديرهم قولوهم ليا. المهم مازال غنوريكم بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحاجات في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، وغنوضح لكم بزاف د الحوايج خصوصا الموضوع ديال الزواج وداكشي. المهم غنوضح لكم كلشي. دابا نخليكم مع واحد التوضيح بسيط ونساليو الفيديو. المهم البنات وصلنا للاخر ديال الفيديو، وقلت ندير لكم هذا اللقطه ضروري من الفيديو عاد باش نسالي. واخا صراحه كنت بديت كنمسح المكياج باش ننعس، لحقاش جاني النعاس تشوفوني صافي راني طفيت. ولكن قلت ضروري واخا تشنتفت وطفيت، ولكن قلت ضروري من ندير لكم هاد اللقطه هذه ديال الفيديو عاد باش نساليو الفيديو ديالنا باش نحطو لكم غدا ان شاء الله.
فالمهم بالنسبه للناس اللي كيقول لك واخا هما واحد الفئه قليله ماشي فئه كثيره، فئه قليله بزاف، بالنسبه لك يقول لك هذه الدار ديالي وانا كنصورها على جوج مرات، مره نقول ديال والديا، مره نقول ديالي، مره فهاد الشيء ما كاينش البنات، ولا شفتوه في شي كومونتير ولا شي حاجه بحال هكا. ف ما تديوهاش في هاد الشيء هذا، لحقاش البنات راه لا علاقه بين هاد الدار اللي عايشه فيها انا وراجلي مع الدار اللي عايشين فيها والديا، لا علاقه لا علاقه لا علاقه. كاين تشابه فقط كيف ما قلت لكم قبيله في الكوزينات، اما شي حاجه اخرى ما كاينش تشابه نهائيا، لا في الفصاله ولا في حتى شي حاجه. هذيك فيها صالون وسيجور، هذه فيها غير صالون، في السيجور ما فيهاش، يعني ما فيهاش، فيها صالون كبير وما فيهاش سيجور، الاخرى فيها صالون وسيجور. شوفوا غترجعوا الفيديوهات ديال القدام، ما بغيتش نبقى نعاود في الفيديوهات وعاد نعاود ندير لكم جوله في الدار ديالي وعاد. انا نقدر نحط لكم اللين في ديال الدار ديالي اللي درت فيها جوله شحال هذه في اول تعليق ولا شي حاجه، ولا نتوما رجعوا للفيديوهات القدام غادي تلقاو الجوله في الدار ديالي وانتم ديك الساعه حكموا. لا علاقه كيف ما قلت لكم. هاد الدار هذه اللي انا دابا فيها عايشه فيها انا وراجلي فيها جوج ديال لاكورات، الدار اللي عايشه فيها ماما فيها غير لاكور واحد، يعني كما قلت لكم ونعاود نقولها كاين تشابه في الكوزينات اما في شي حاجه اخرى راه ما كاينش تشابه لا في الفصاله ولا حتى شي حاجه. فما يمكنش انا دار نشدها ونصور على جوج مرات ونقول لكم مره وهاد الناس براسهم تشيو لي، هاد الناس اللي كيقولوا هاد الهضره هادي اقسم بالله لا عارفين بانها ماشي نفس الدار، والله العظيم الا عارفينها، غير كيبغيو يقولوا بحال هكا حيت شافوا الكوزينات تقريبا بحال وخا هما ماشي بحال تشابه في اللون وفي الجليج وصافي. اما في لاكور فهذا ما كاينش صراحه علاقه. الاخرى لاكور ديالها كبير، الاخرى لاكور ديالها صغيور، فما كاينش صراحه تشابه، ولكن هما كيحاولوا من هذه النقطه هذه زعما يقولوا لكم باننا كنكذب عليكم ولا. فانا ما انا واضحه جدا مع المتتبعين ديالي، ما عنديش علاش زعما نقول بحال هاد الهضره هادي، ولا ما عندي حتى شي مصلحه اصلا. انا علاش ندير هاد الشيء هذا؟ ما كنصورش حتى في يوتيوب بزاف، انا ماشي اكتيف في يوتيوب بزاف، يعني كنحط مره في شحال، يعني كنغبر بزاف، واخا كنحاول ما نغبرش عليكم وداك الشيء، ولكن الظروف كتغبرني. فلو كنت زعما كنصور بزاف ولا هذا ولا ما نعرف تقدروا تشكوا فيا، ولكن هذا ما كنصورش بزاف، ويوتيوب ما بقيتش عطيه حقه بحال شحال هادي وداك الشيء، فما كاينش لاش انا نكذب. ما عندي حتى شي مصلحه وما نكذبش من الاخر، ما نكذبش لحقاش انا واضحه معكم عفويه، ما عنديش زعما حتى شي مصلحه في هذا الشيء هذا. وحاجه واحده اخرى البنات بالنسبه للزواج ديالي، بزاف ديال التساؤلات عندكم، بزاف ديال هذا، فداك الشيء غادي ندير له فيديو خاص به وغادي نشرح لكم كلشي ان شاء الله بلا ديتاي. بزاف ديال الهضره اللي بعض المرات كنقولها انا ولا كتحط في عنوان ولا هذا، فكتبقاو تسائلوا كيفاش علاش هذه الله في فيديو بوحدو غادي نشرح لكم لا ديتاي، اي حاجه قلتها علاش قلتها، كل شيء غادي نشرحه لكم باش ما يبقاوش كاع عندكم تساؤلات في راسكم. انا المتتبعين ديالي كنبغي نشرح لهم كل شيء وكنبغي نكون واضحه معهم، خصوصا دابا من هنا الفوق مع غبرت عليكم واحد المده طويله، فغادي نبدا زعما نقربكم مني شويه بشويه تتشوفوا كاع داكشي اللي فاتكم. ما كنهضرش زعما على مشاكل ولا شي حاجه واحده اخرى، كنهضر على الحاجه الزوينه، الفرحه، داكشي الزوين، شي حاجه اللي غنبارطاجيها معكم، شي حاجه درتها في حياتي، شي حاجه فهمتوا، شي حاجه شريتها، شي المهم شي حاجه بحال هكا، شي حاجه اللي كتكون متعلقه غير بالفرحه وشي حاجه اللي زوينه وصافي، اما شي حاجه اخرى لا. فبالنسبه لي انا هادشي ديال زواجي ولا حياتي الزوجيه ولا انا بعدت على السوشيال ميديا، ولكن بعض المرات كتقال شي حاجه في عنوان ولا في فيديو ولا هذا فما كتفهموهاش، فان شاء الله غادي نشرح لكم كل شيء في فيديو واحد اللي ما يكونش فيه بزاف ديال نشرح لكم، تكون فيديو فيه غير هضره، ما يكونش فيه لا روتين لا حتى شي حاجه، لا شي حاجه غنوريها لكم لا والو، باش ما تدوخوش وباش ما ندلعكمش، فهمتوا؟ فالمهم البنات بالنسبه عاوتاني لواحد الحاجه واحده اخرى، بزاف الناس كيقولوا لي واش ملي كتشري شي حاجه لوالديك ولا ملي كتهلاي في والديك ولا شي حاجه واش راجلك ما كيقول لك والو؟ الحمد لله انا ما عنديش نهائيا هذا المشكل، خصوصا دابا يعني علاقتنا شحال هذه كانت خايبه، الزواج ديالنا الاول كان ما زواج ما والو، ما نحتاجش نقول لكم كانت شي حاجه خايبه بزاف.
ما لا راحه نفسيه لا حتى شي حاجه. بصراحه انا كنهضر معكم بكل صراحه، زواجنا الاول شحال هادي ما كان لا زواج لا والو، مي دابا الحمد لله والشكر لله ما كيقول لي حتى شي حاجه، ما كنلقاش معاه مشكل. يعني من شحال هادي زعما من رجعنا ما كانش هاد المشكل هذا، واخا كانوا مشاكل بيناتنا في الاول عاوتاني وبزاف ديال الصراعات وما عرفت شنو، ولكن ما كنتش كنلقى هاد المشكل هذا. أه، دابا الا دخلت لكم في الموضوع ما غنساليش ما غنساليش لكم. هو في الاول كاع في الاول فاش كنا يلا رجعنا، فكان شويه ديال المشاكل من هاد الناحيه هادي، واحد شويه ماشي بزاف. مي دابا الحمد لله دابا واحد التغيير اللي ما يمكنش نوصف لكم، اقسم بالله العلي العظيم البنات، واحد التغيير كبير 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 بزاف والله العظيم. عايشه واحد الحياه زوجيه زوينه بزاف، ما كيدخل ليا حتى شي حاجه، بالعكس هو كيعاونني في اي حاجه بغيت نبداها في حياتي، واحد السند اللي كبير ليا. فما كنبغيش حتى نهضر على هذا الشيء هذا باش حتى علاقتي تبقى بعيده من هذه الناحيه هذه. ما كنبغيش نهضر ونبقى نشكر فيه بزاف، كتقولي الحاجه اللي فاش كتشكريها بزاف الله يسترزولي فهاد الشيء علاش ما كنبغيش نشكر. فالمهم البنات والله العظيم انا طبعا نهضر معكم بكل صراحه. شفتوا دابا حياتي الزوجيه زوينه بزاف اللهم لك الحمد. الحمد لله لاقيه سند في حدايا. اي حاجه بغيت نديرها كنلقاه واقف حتى في جنبي، اي حاجه بغيت نبداها كنلقاه واقف في جنبي، ما كنلقاش كيعكس ليا كلشي ولا يقول لي لا ولا بالعكس. اي حاجه كيف ما بغات تكون نقول له افلان راه بغيت هادي وهادي يقول لي مرحبا، هادي وهادي مرحبا. والله العظيم والله دابا عاد تنحس براسي مزوجه، دابا كنحس براسي مزوجه بصح، دابا تنحس براسي في علاقه زوجيه بصح، كنحس براسي حدايا سند بصح. فهمتوا يعني كاين فرق كبير والله العظيم، كاين فرق كبير بزاف بزاف. فما تفقدوش الامل. زعما انا اكثر مثال قدامكم، ما تفقدوش الامل في واحد الشخص يقدر يتبدل لدرجه كبيره. يقدر يكون واحد الانسان اللي تقولي هذا راه ما يمكنش نكمل مع حياتي، ما يمكنش يتبدل، ما يمكنش هذا، وداك الانسان اللي كتقولي ما يمكنش يتبدل هذا يولي واحد الشخص اللي ما تعرفيش، يولي واحد الشخص مزيان ظريف كيتعامل معك زوين، يدير لك خاطرك، يعاونك في اي حاجه، يكون سند ديالك في اي حاجه، يحترمك، يقدرك قدام العائله، يدير لك واحد كما كنقولوا واحد القيمه كبيره. كيف ما دايرها ليا داير لي واحد القيمه كبيره الصراحه. هاد المرات كنقول واو زعما واحد التغيير اللي كبير ما بزاف والله. كنقول واحد التغيير كبير والحمد لله الحمد لله والشكر لله. ربي ما ضيعش داك الصبر ديالي كامل على الخاوي. ربي الحبيب عوضني الحمد لله، ديما كنقولها لكم هادي، ربي الحبيب عوضني واحد العوض اللي زوين اللهم لك الحمد. وهذا الشيء اللي كاين البنات. المهم بالنسبه لهذا الشيء ديال الزواج ديالي وهذا ان شاء الله غندير لكم فيديو باش نوضح لكم فيه كل شيء. واخا صراحه انا ما كنعرفش نعبر، ما كنعرفش نشرح، كنقول ولا نقول حاجه اخرى والله. ولكن غنوضح لكم كل شيء ان شاء الله. غنكتب كاع الاسئله ديالكم وكل شيء باش نكون زعما كل شيء تنشوفوه حدايا باش نجاوب على كل شيء. فهمتوا يعني الورقه تكون حدايا باش نجاوب على كل شيء، كاع الاسئله ديالكم نجاوبكم عليها. لحقاش فاش كنبدا الفيديو كنسى كل شيء، يعني كاع هذاك الشيء اللي كتكونوا نتوما قلتوه ليا وكنكون اولا نجاوبكم عليه كنساه والله، حتى كنسى. فاش كنسالي الفيديو كنبغي نحطو كنقول ويلي كاع ما قلت للبنات داك الشيء اللي كنت باغا نجاوب البنات كاع ما جاوبتهم عليه وما قلت لهم حتى شي حاجه من داك الشيء اللي سولوني عليه وهذا. فالمهم البنات كنتمنى يكون عجبكم الصالون وتقولوا لي الراي ديالكم وداكشي كامل اللي وريتكم، كنتمنى تعطيو لي الراي ديالكم فيه. وكنبغيكم بزاف 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 وبسلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. والله يحقق لكم حتى نتوما كل ما كتمناو في خاطركم، والله يعطيكم كل ما كتمناو يا ربي امين. وانا ديما كنقول لكم ديما كيعجبني نشوف الناس فرحانين ومبتسمين. وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.